السلام عليكم شبابنا الجميل أولى ثانوي. إن شاء الله النهاردة الفيديو التاني لينا اللي هنشرح فيه اليونت التاني من الترم التاني اللي هو يونت 8 الوحدة الثامنة. زي ما احنا متعودين هنبدأ مع بعض بشرح الجرامر بتاعنا ونوضح النقاط المهمة اللي فيه، وبعد كده ننتقل للكلمات ونبدأ نحل على الكلمات. أتمنى من الله إن أنت تكون ذاكرت يونت 7 اللي هو الفيديو اللي قبل دوت، وتكون لميت دنيتك فيه بشكل كويس جدا علشان ما يتراكمش عليك اي حاجه. والترم زي ما قلت لك وبعيد تاني ان الترم بتاعنا صغير فيه مناسبات كتير، فمش هيكون معاك الوقت الكافي زي الترم اللي فات. نبدا كده بسم الله في جرامر اليونت التاني من الترم التاني. الجرامر بتاعنا بيتكلم على if condition اللي هي حاله if، قاعده if. المفروض ان احنا عندنا قاعده if ديت مقسومه ل 4 انواع. if ديت معناها اذا او لو. في عندي كام حالة من حالات if؟ في عندي 4 حالات. في عندي حالة اسمها حالة صفرية، حالة أولى، حالة تانية، حالة تالتة. zero condition، first condition، و second condition، و third condition. 4 حالات من حالات قاعدة if. طب يا مستر هي if ديت اللي معناها إذا أو لو دي بتسمى if الشرطية، لأن ديت المفروض إن هي بتربط لنا جملتين ببعض اسمها جملة شرطية. يبقى إذا if ديت أداة ربط بتربط لنا جملتين مع بعض، والجملة الكبيرة على بعضها بيكون اسمها جملة شرطية. يعني إيه جملة شرطية؟ جملة شرطية ديت يعني بيكون فيها جملتين، جملة اسمها جملة شرط، وده اللي أنا بشرطه عليك، ده اللي أنا طالبه منك، ده الشرط اللي أنا بشرطه عليك إنك أنت تعمله. كوما الناحية التانية بيكون في عندنا جملة اسمها جملة نتيجة. دي النتيجة اللي انت هتحصل عليها لو انت كنت حققت الشرط اللي احنا طالبينه منك هنا. يبقى احنا دايما عندنا جملة شرط وجملة اسمها جملة نتيجة. طب يا مستر تعال نشوف بقى حالات قاعدة if. بعد ما عرفنا ان if ديت هي أداة شرط بتكون في الجملة الشرطية، والجملة الشرطية عبارة عن حاجتين، جملة شرط وجملة نتيجة. نبدأ كده. قط يا ماريو الحتة دي. نبدأ كده بأول حالة عندنا اللي هي الزيرو كونديشن، الحالة الصفرية. الحالة الصفرية بتاعتنا أو أي حالة احنا هندرسها مع بعض بيكون فيها استخدام أو بيكون ليها استخدام في الأول لازم نكون عارفينه. ده كده الزيرو كونديشن اللي هي الحالة الصفرية. لازم نعرف استخدامها، وبعد ما نعرف استخدامها نبدأ نعرف هي بتتكون ازاي. الحالة الصفرية بتستخدم في التعبير عن، لو أنا بتكلم عن حقائق، والحقائق ديت ممكن تكون حقائق علمية أو حاجات لوجيك بنسميها حاجات منطقية. لو أنا بتكلم عن شيء منطقي يبقى أنا كده بشتغل بالزيرو كونديشن. لو أنا بتكلم عن فاكت، عن حقيقة، يبقى أنا بشتغل بالزيرو كونديشن. أو لو بتكلم عن عادات، العادات برضو بنشتغل بيها في الزيرو كونديشن اللي هي الحالة الصفرية. طب ازاي بكون جملتها يا مستر؟ الجملة بتاعت الحالة الصفرية بنبدأ بإف أهي اللي هي الأداة بتاعتنا، أداة الربط بتاعتنا. بعد إف تقوم جاية لنا جملة اسمها جملة الشرط، وجملة الشرط ديت هتكون عبارة عن زمن أكيد طبعا، والزمن بتاع جملة الشرط بيكون present simple، مضارع بسيط. تاني، يبقى انا كده في الحاله الصفريه نمشيها واحده واحده مع بعض. الحاله الصفريه بنستخدمها في ايه؟ في التعبير عن حقائق علميه او اي حاجه حقيقيه عامه، او بتكلم بشيء منطقي، او بتكلم عن عاده انا بعملها. طب يا مستر بكونها ازاي؟ احنا لسه قايلين ان قاعده اف هي رابطه لك جملتين ببعض، جمله شرط وجمله نتيجه. جمله الشرط بتاعت الحاله الصفريه بتكون عباره عن present simple، مضارع بسيط. present simple ده يعني مضارع بسيط. طب يا مستر جملة النتيجة، يلا تعالى نعمل كوما كده ونقوم كاتبين جملة النتيجة. جملة النتيجة بتاعتك في الحالة الصفرية بتكون برضو في زمن المضارع البسيط. يبقى جملة النتيجة هنا كده عندنا في زمن ايه؟ في زمن present simple برضو
في زمن المضارع البسيط. طبعا في الامتحان المفروض ان احنا بنتسأل على يا اما جملة الشرط يا اما جملة النتيجة، فهو ممكن يقوم جايب لك جملة الشرط ويطلب منك جملة النتيجة، او العكس صحيح، يجيب لك جملة النتيجة ويطلب منك جملة الشرط. طب يا مستر المضارع البسيط دوت شكله عامل ازاي؟ المضارع البسيط دوت ليه شكلين، شكل اكتف اللي هو الشكل المعلوم، والشكل المعلوم بتاعه ادي اكتف ديت يعني معلوم. الشكل المعلوم بيكون عبارة عن subject يعني فاعل، وبعد الفعل بقوم جايب الفعل بتاعي، والفعل دوت يكون يا اما فعل انفينيتيف فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات، او ممكن يكون انفينيتيف بلس اس مصدر ومعاه الاس. طبعا بنختار مصدر او مصدر معاه اس على حسب الفعل اللي انا بادئ بيه. فالمصدر ده لو كان الفعل بتاعي I او we او you او they. اما المصدر اللي معاه اس ده لو كان في حالة ان الضمير بتاعي او الفعل بتاعي مفرد يعني he او she او it. ده كده بالنسبة لي ازاي بكونه في الشكل الاكتف الشكل المعلوم. طب انا يا مستر الجملة بتاعتي اكتف ولكن انا عايز اخليها نيجاتيف منفية. طبعا ده كده الشكل المثبت اللي هو الافيرماتيف. ولو انا عايز اعمل مضارع بسيط، جملة مضارع بسيط ولكن نيجاتيف منفية، فهتلاقينا بادئين بالسبجكت الفاعل بتاعنا عادي جدا، وبعد السبجكت بقوم جايب يا اما الدونت يا اما الدازنت، طبعا على حسب الضمير. فالدونت بتيجي مع الفعل اللي في الدونت ديت بتيجي مع الضمائر الجمع زي الاي والوي واليو والزي، والدازنت بتيجي مع ضمائر المفرد زي الهي والشي والات. وبعد الدونت والدازنت بقوم جايب الفعل بتاعي الاساسي يكون فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات، فعل ما فيهوش اي حاجه خالص. طبعا نفس التكوينات ديت هي هتكون في جمله النتيجه. يبقى مره كمان انا الحاله بتاعتي الحاله الصفريه الزيرو كونديشن انا بستخدمها للتعبير عن حقيقه حاجه حقيقيه، او لو انا بتكلم عن عاده العادات بتاعتنا، او لو انا بتكلم عن مثلا حاجه منطقيه شيء منطقي اشتغل بالزيرو كونديشن برضه. طب يا مستر الزيرو كونديشن بتتكون ازاي؟ احنا لسه قايلين ان احنا عندنا الاداه بتاعتنا اداه الربط اسمها اف، فببدا بالاف بتاعتي وبعد كده بقوم جايب جمله الشرط، وجمله الشرط تكون مضارع بسيط، وجمله النتيجه برضه مضارع بسيط، الاثنين مضارع بسيط. طب يا مستر المضارع البسيط ده شكله عامل ازاي؟ هو بيكون عباره عن يا اما مصدر يا اما مصدر معاه اس على حسب الضمير، المصدر معاه اس مع الهي والشي والات، والمصدر بس مع الاي والوي واليو والزي. طب يا مستر لو انا حبيت انفي المضارع البسيط فهيكون دونت او it doesn't، وبعد الدونت والدازنت الفعل بتاعك طبعا انفينيتيف فعل في المصدر. طب انا لو كنت مضارع بسيط ولكن انا عايز اخلي الجمله بتاعتي باسيف، كلمه باسيف ديت يعني جمله مجهوله. الجمله الباسيف المجهول بتاع المضارع البسيط بيكون عباره عن ان انا هبدا بالاوبجكت، تلاقي الجمله بتاعتك مضارع بسيط بادئه باوبجكت بادئه بالمفعول به، وبعد الاوبجكت بقوم جايب او بختار في الامتحان يا اما ام يا اما از يا اما ار على حسب المفعول. فلو كان المفعول بتاعي اي فاكيد هياخد الام، لو كان المفعول بتاعي مفرد هي او شي او ات فهياخد الاز، ولو كان المفعول بتاعي جمع الوي او اليو او الزي فهياخد الار. وبعد الام والاز والار بتقوم جايب الفعل بتاعك الاساسي يكون past participle يعني فعل في التصريف الثالث. ده كده التكوين بتاع الباسف بتاع المجهول في حاله ان انا كنت شغال present simple مضارع بسيط، يعني شغال في الزيرو كونديشن الحاله الصفريه. طب يا مستر لو انا عايز اعرف ان الجمله ديت عاده، ازاي بعرف ان الجمله ديت عاده؟ المفروض ان احنا كان في عندي شويه كلمات كده بيعرفونا العادات بتاعتنا عن طريق مثلا كلمه زي كلمه usually اللي معناها عاده، او كلمه اسمها sometimes يعني احيانا، او كلمه اسمها often يعني غالبا، او كلمه زي كلمه never ابدا، او كلمه every يعني كل، او كلمه always يعني دائما حاجه بعملها بشكل دائم. دي كده المفروض ان اسمها adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار اللي بتعرفنا ان احنا في خانه العادات، انا متعود ان انا اعمل هذا الشيء او دي العاده بتاعتي. فلو لقيت اي كلمه من ضمن الكلمات ديت فدماغي بتترجم على طول ان انا خلاص كده شغال في الزيرو كونديشن الحاله الصفريه، وبالتالي هشتغل بالبريزنت سمبل المضارع البسيط. طيب يا مستر تعال ناخد عليها جمله نعرف بتجيلنا ازاي او بيبقى شكلها عامل ازاي. لو جالنا في الامتحان وقال لنا if you، لو حضرتك if you not water it boils،
يا ترى if you heat if you heats if you are heated if you heated. واحنا ماشيين مع بعض كده في الجملة لقينا اهيت يا مستر كلمة if، يبقى انا كده في قاعدة if بتاعتي لازم احدد هو انا شغال في انهي حالة من ضمن حالات if. يا ترى انا شغال في الحالة الصفرية ولا الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ فبكمل الجملة وبقرأها الأول عشان أبدأ أحدد هي ديت في إيه بالظبط. بيقول لك if you not water لو أنت بتسخن المية it boils أكيد المية هتغلي، فإذا ديت تعتبر حقيقة علمية، فأنا بفهم نفسي إن ديت كده تعتبر fact. fact يعني حقيقة، وأنا في الامتحان بعد ما حددت إن ديت fact دي حقيقة بقوم مفهم نفسي وأقول لنفسي يبقى إذا ديت zero condition يعني ديت حالة صفرية. بما ان هي حالة صفرية يا مستر يبقى كده انا هشتغل present simple. present simple يعني مضارع بسيط. مضارع بسيط ده التكوين بتاعها. نقوم راجعين تاني، هو الراجل ادانا الجملة التانية اللي هي جملة النتيجة، بيقول لك if you not water لو انت بتسخن المية it boils اكيد المية ديت هتغلي، يبقى هو ادانا جملة النتيجة ان المية هتغلي، يبقى هو طالب مني جملة الشرط، وجملة الشرط كده او كده present simple. فببص على الجملة بتاعتي لقيتها بادئة باليو. يو يعني انت، فانت دي subject ده فاعل، يبقى انا كده شغال في النقط ديت مضارع بسيط، انا شغال present simple، وفي نفس الوقت البريزنت سيمبل دوت او اللي هو المضارع البسيط ده الجمله بتاعته بدأ بسبجكت بدأ بالفاعل، يبقى اكيد ديت كده جمله مالها جمله اكتف يعني جمله معلومه. بما ان هي جمله معلومه يبقى كده انا لازم اشتغل يا اما بفعل في المصدر فعل بدون اي اضافات، او هشتغل بمصدر مع اس انفينيتيف ولازق مع اس. بما ان الجمله بتاعتي بدأ باليو يبقى كده هختار فعل في المصدر، فتبقى الاختيار letter A. if you heat water لو انت بتسخن الميه it boils اكيد الميه هتغلي. سؤال كمان لو جه قال لك كده if plants لو النباتات not they die. عايز اقول لك لو النباتات ما اتسقتش بالميه اكيد they die هيموتوا. يا ترى if plants لو النباتات ديت ايه اللي حصل لها؟ water يعني يتسقي بالميه، وعارفين طبعا ان water بتيجي بمعنى ميه ذات نفسها، ولا if plants don't water، ولا if plants aren't watered، ولا if plants don't water كتبناها، if plants isn't watered. تعال نمشيها واحدة واحدة. الجملة بتاعتي بدأ بكلمة if يبقى إذا أنا كده في قاعدة if. جميل، قاعدة if الشرطية اللي هي معناها إذا أو لو. وأنا ماشي في الجملة بيقول لك if plants لو النباتات ما اتسقتش اللي هيحصل لها they die هيموتوا، فدي حاجة تعتبر rational ديت حاجة منطقية. rational منطقي. الشيء المنطقي ان انا فعلا لو ما سقيتش النباتات اكيد النباتات ديت اللي هيحصل لها هتموت، فده شيء راشونال منطقي. طب يا مستر بما ان هو شيء منطقي يبقى اكيد انا كده في الزيرو كونديشن، يبقى انا كده حاله صفريه. تعال نعيد تاني الحاله الصفريه. الحاله الصفريه بتكون استخداماتها في 3 استخدامات: حاجه فاكت حاجه حقيقيه، حاجه راشونال حاجه منطقيه، او حاجه تكون هابت عاده انا بعملها. 3 حاجات، وديت حاجه منطقيه فدي حاله صفريه. بما ان هي حاله صفريه يبقى جمله الشرط يا مستر present simple مضارع بسيط، جمله النتيجه present simple مضارع بسيط. طب يا مستر تعال نشوف هو بيسالنا في ايه. ده بيسالنا على الجمله اللي بعد if، يبقى هو بيسالنا على جمله الشرط. جميل، بما انه بيسالنا على جمله الشرط اللي هي present simple، تعال نبص على جمله الشرط بدأ بايه. لقيت جمله الشرط بدأت ببلانتس اللي هي النباتات. انا بسأل نفسي هي النباتات ديت هي اللي بتسقي ولا هي اللي بتسقى؟ هي اللي بتسقى، يعني في حد بيجي وبيسقي هذه النباتات،
يبقى اذا البلانتس النباتات ديت مش هي اللي هتسقي نفسها، ده هي اللي هتتسقي. يبقى اذا النباتات ديت دي اوبجكت يعني مفعول به. يبقى كده انا الجمله بتاعتي جمله الشرط بدات بالاوبجكت، بدات بالمفعول به. يبقى اذا جمله الشرط ديت نوعها ايه يا مستر؟ دي جمله نوعها باسيف، وكلمه باسيف يعني مجهول. طب يا مستر الجملة المجهولة بنشتغل بيها ازاي؟ الجملة المجهولة ديت بتشتغل بيه verb to be اللي هو الام أو الإز أو الآر، وبعد الام والإز والآر بقوم جايب الفعل بتاعي تصريف تالت أو اللي احنا بنسميه past participle تصريف تالت. يبقى أنا كده يا مستر عرفت خلاص إن أنا هشتغل حالة صفرية عشان دي حاجة منطقية، وهشتغل مضارع بسيط لأن دي حالة صفرية، وفي نفس الوقت هشتغل بجملة باسيف جملة مجهول عشان الجملة بادئة بالمفعول. يبقى انا كده هلغي water الاولى ودونت water الثانيه. كده aren't watered دي صح، و isn't watered دي صح برضه. ولكن plants هي كلمه جمع عشان فيها الاس اهيت، يبقى اكيد هنشتغل بالاren't، ويبقى اسمها aren't watered يعني لم تسقى. يبقى الجمله على بعضها if plants aren't watered، لو النباتات لم تسقى they die بيموتوا. ده كده بالنسبة للزيرو كونديشن الحالة الصفرية. طيب يا مستر الحالة اللي بعديها، الحالة اللي بعديها اللي هي الفيرست كونديشن، الحالة الأولى من حالات if first condition. الحالة الأولى من حالات if. المفروض ان الحاله ديت احنا زي ما قلت لك عشان نذاكر قاعده اف صح، انا ماشي بهدوء خالص، وعايزك نفس الكلام تكون بتذاكرها بتركيز جامد جدا وعامل جدول قدامك. انا حاطط كل حاله من ضمن حالات اف وكاتب استخداماتها وتكوينها، ودي احسن طريقه تذاكر بيها قاعده اف. قاعده اف مكمله معانا وعليك بخير لغايه ما نخلص ثالثه ثانوي، ولازم تكون فاهم حالات اف وازاي بتعامل مع حالات اف. ده اكتر سؤال بيكون فعلا سؤال صعباني في الامتحان لو جاب لك في اف. طب يا مستر الحالة الأولى تعال نشوف استخداماتها. أنا عايز أعرف أنا هستخدم if في الحالة الأولى إمتى؟ الحالة الأولى بنستخدمها في الحاجات اللي هي فيها possibility. الpossibility اللي هي الاحتمالية. طول ما أنا بتكلم عن شيء من المحتمل حدوثه يبقى انا كده شغال في الفيرست كونديشن الحاله الاولى. يبقى تاني الحاله الصفريه كانت بتستخدم في حقيقه علميه او حاجه منطقيه، او كانت بتستخدم في العاده بتاعتي الحاجه اللي انا متعود ان انا اعملها. ولكن الحاله الاولى بستخدمها في حاجات اللي هي البوسيبيليتيز اللي هي الاحتماليات، لو انا في شيء محتمل حدوثه وممكن ما يحصلش. زي مثلا المذاكره بتاعتنا، انا باجي اقول لك كده انت لو بتذاكر ممكن تنجح، فممكن تجيب مجموع عالي، فدوت فيها possibility فيها احتماليه، فطالما فيها احتماليه يبقى انا first condition حاله اولى. طب يا مستر ازاي بكونها؟ احنا عارفين ان الفيرست كونديشن او الحاله الاولى من حالات اف برضه هيكون فيها جملتين، جمله شرط وجمله نتيجه. يبقى انا عندي هنا كده جمله شرط اهيت، كوما الناحيه الثانيه تبقى جمله نتيجه. احنا هنفضل ماشيين بنفس الاسلوب ده لغايه ما نخلص حالات اف كلها. طيب جمله الشرط يا مستر بتاعت الحاله الاولى بتكون عباره عن ايه؟ جمله الشرط ديت بتكون عباره عن present simple مضارع بسيط، دي شبه الحاله الصفريه جدا. يبقى أنا هنا كده present simple يعني مضارع بسيط. تعال نفتكر مع بعض المضارع البسيط لو كان في الشكل الاكتف فاكيد دوت كان هيبقى عباره عن subject فاعل، وبعد السبجكت يا اما فعل infinitive فعل في المصدر، او infinitive plus s مصدر ومعاه s. طب يا مستر لو انا كنت بخليه باسيف جمله مجهوله فهتلاقي الجمله بادئه بالاوبجكت، بادئه بالمفعول، وبعد الاوبجكت بجيب verb to be اللي هو الام او الاز او الار، وبعد الام والاز والار بقوم جايب الفعل بتاعي past participle يعني فعل في التصريف الثالث. ده كده بالنسبه للتكوين بتاع الاكتف، والتكوين بتاع الباسيف بتاع المضارع البسيط اللي هو يعتبر جمله الشرط بتاعه الحاله الاولى والحاله الصفريه طبعا. طيب جمله النتيجه، هنا جمله النتيجه هتختلف. هنا جمله النتيجه بتبقى future يعني مستقبل. ركز عشان هي ممكن ما تبقاش future، ممكن ما تبقاش مستقبل، وهنديها شويه احتمالات تانية.
الفيوتشر بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه في جمله النتيجه يبقى تاني انا كده حاله اولى. الحاله الاولى جمله الشرط بتاعتها مضارع بسيط، جمله النتيجه هتكون فيوتشر مستقبل، وجمله الفيوتشر ديت هتبدا بالسبجكت اللي هو الفاعل، وبعد السبجكت هقوم حاطط will ديت اللي معناها سوف. ممكن نشيل will ونقوم حاطين مكانها may يعني ربما، من المحتمل، او طبعا اخت may اللي هي might. وبعد الويل او المي او المايت هقوم جايب الفعل بتاعي الاساسي، ويكون الفعل بتاعي دوت فعل انفينيتيف يعني فعل في المصدر، فعل بدون اي اضافات. ده كده بالنسبه لجمله النتيجه، ده الشكل الستاندرد، الشكل الاساسي بتاع التكوين بتاع الحاله الاولى. ولكن انا ممكن اشيل جمله الفيوتشر واقوم حاطط مكان الفيوتشر جمله امر، يبقى احنا ممكن نحط مكانها جمله امر. وجملة الأمر ديت اللي هي بتكون عبارة عن لو كان أمر مثبت يبقى هتلاقي الجملة بتاعتك بادئة بفعل في المصدر، فعل بدون أي إضافات. أو لو أنا يبقى أمر منفي فهتلاقي الجملة بتاعتك بادئة بالدونت، وبعد الدونت برضو فعل في المصدر، فعل بدون أي إضافات. ممكن الجملة بتاعتك التانية ما تكونش جملة future، ممكن ما تكونش جملة مستقبل، ولا هي جملة أمر، وممكن الجملة التانية ديت تكون جملة عبارة عن had better، جملة نصيحة. فتلاقي كده الجملة بتاعتك الناحية التانية فيها had better أو would rather. تاني had better apostrophe دي ديت اللي مع البيتر دي تعتبر had، والابوستروف دي اللي مع كلمة rather دي عبارة عن would. يبقى تاني يبقى احنا كده في الحالة الأولى، ركز بقى عشان من هنا بدأت الدنيا تزيد معانا شوية. الحالة الأولى الفيرست كونديشن بتاعتنا بتربط لي جملتين، جملة شرط وجملة نتيجة. جملة الشرط كده وكده مضارع بسيط زي الحالة الصفرية، وطبعا المضارع البسيط ليه شكل اكتف وليه شكل باسيف وخلاص عرفناه. جملة النتيجة بتاعت الحالة الأولى هي اللي فيها شوية كلام. جملة النتيجة بتاعت الحالة الأولى ممكن تكون future مستقبل، زي ان احنا نشتغل بالويل او نشتغل بالمي او المايت. ممكن تكون جمله امر، وجمله الامر ديت يعني تلاقي الفعل بتاعك هو اللي احنا بادئين بيه، تلاقي الجمله الثانيه اللي هي جمله النتيجه بدا بالفعل، فالفعل ده فعل امر، فالفعل الامر بيكون فعل في المصدر. القاعده بتاعتنا بتقول لنا الافعال الامريه كلها مصدريه، فتلاقي الفعل بتاعك الامر بادئ بالجمله بتاعتك الثانيه اللي هي جمله النتيجه، ويكون فعل ايه مصدر. او لو كان طبعا منفي، امر منفي هقول لك اوعى تعمل الحاجه ديت، فهتلاقيها بادئه بكلمه دونت، وبعد الدونت مصدر برضه. دونت ديت معناها اوعى تعمل هذا الشيء. او ممكن تلاقي جمله النتيجه بادئه بالwould او اللي هي would rather او had better، يعني تلاقي فيها الاثنين دول. طب يا مستر تعالى ناخد عليها جمله، زي مثلا لو انا باجي اقول لك لو كان في حاله طوارئ اتصل عليا. بص تاني بقول لك لو في حاله طوارئ اتصل عليا. فدي جمله possibility، احتماليه، هي لا حقيقه علميه ولا هي حاجه rational حاجه منطقيه، ولا هي عاده. انا بديك احتمال. ايه الاحتمال في كده؟ بقول لك لو كان في حاله طوارئ، ايه اللي هيحصل؟ اتصل عليا، رن عليا. فاجي اقول لك كده if، if there، لو كان في هناك if there is an emergency. if there is an emergency لو في حالة طارئة not me، اتصل عليا. بص بقى يديك شوية اختيارات، يا ترى will call me ولا call me على طول ولا would call ولا نحط ايه كمان calling me. واحنا ماشيين في الجمله دي خلاص دي جمله احتمال. بص كده احتمال، وطالما جمله احتماليه بقول لك لو كان في حاله طارئه فده احتمال، بديك الاحتمال اهو. ايه اللي هيحصل؟ اتصل عليا. فدي جمله احتماليه، بما انه احتمال يبقى ديت حاله اولى first condition. طب الحاله الاولى بتكون عباره عن present simple مضارع بسيط، وهو اداها لك اهي في جمله الايه؟ جمله الشرط. is دي تعتبر مضارع بسيط. طب يلا بقى نخش احنا نشتغل بجمله النتيجه. جمله النتيجه ممكن تكون future
ممكن تكون جملة أمر، وممكن تكون نصيحة had better أو would rather. فحضرتك الناحية التانية لقيت الجملة بادئة بالنقط مباشرة، يعني كده بادئة بالفعل، يعني مفيش فعل عندنا، يبقى أنا إذا شغال في جملة أمر. بما إن أنا كده شغال في جملة أمر يبقى لازم أختار فعل أمر، والفعل الأمر بيكون عبارة عن فعل في المصدر، فعل بدون أي إضافات. فأجي أقول لك كده call me، اتصل عليا. فأجي أقول لك كده if there is an emergency، لو في حالة طارئة call me اتصل عليا. طب يا مستر تعال ناخد جملة تانية يكون فيها احتمالية ونشتغل بالفيوتشر. فاجي اقول لك كده if you، لو انت if you study، لو انت بتذاكر if you study hard، لو انت بتذاكر باجتهاد، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان حضرتك هتنجح. معلش بس دقيقة نظبط الشاشة عشان هي حصل فيها مشكلة. نرجع تاني، بيقول لك if you study hard، لو انت بتذاكر باجتهاد، ايه اللي هيحصل؟ you، انت، you will، انت سوف، او you may، انت من المحتمل. you will او you may. you will get high score. you will get high score، اكيد حضرتك هتجيب درجة عالية. او you may get high score، من المحتمل ان انت تحصل على درجة عالية. ده كده بالنسبة لي الحالة الأولى. تاني الحالة الأولى سريعا، الحالة الأولى ديت كنا بنقول إن هي بتعبر عن ال possibilities، الاحتماليات، وبتكون أو بنكونها بجملة الشرط بتاعتها تبقى present simple مضارع بسيط، وجملة النتيجة بتبقى حاجة من التلاتة، يا إما future مستقبل اللي هي بتبقى عبارة عن فاعل will والمصدر، أو فاعل may might ومصدر. وممكن ما تكونش جملة future، ممكن تكون جملة أمر، وجملة الأمر تلاقي الجملة بتاعتك بادئة بالنقط مباشرة، فده كده عايزك تشتغل بفعل أمر، والفعل الأمر بيكون فعل في المصدر، فعل بدون أي إضافات، وممكن يكون فعل أمر منفي فتبقى don't والمصدر. طب ممكن تكون النصيحة بتاعتنا جملة الناحية التانية ديت اللي هي جملة النتيجة تكون had better أو would rather، وبعد had better و would rather بيجي لنا الفعل infinitive، طبعا فعل في الإيه؟ فعل في المصدر. طب يا مستر الحالة اللي بعديها، يبقى احنا كده خدنا حالتين، zero condition first condition، حالة صفرية وحالة أولى. الحالة اللي بعديها اللي هي second condition، الحالة الثانية. جملة الشرط الحالة الثانية بتعبر عن إيه؟ جملة الشرط الحالة الثانية في غالب الأحيان بتكون بتعبر عن imagination. يعني ايه يا مستر imagination؟ imagination يعني تخيل. أنا بتخيل حاجة ما هياش حقيقية. دايما لو أنا عايز أعبر عن حاجات خيالات ما هياش حقيقية أشتغل بالسكند كونديشن. تاني جمع معايا كده الاستخدامات، بتكلم عن فاكت حقيقة أو rational حاجة منطقية، أو habit عادة zero condition. طب بتكلم عن possibility احتمال first condition. بتكلم عن imagination تخيلات، يبقى ديت كده second condition حالة تانية. طب يا مستر السكند كونديشن اللي احنا بنشتغل بيها بالايماجينيشن زي ايه مثلا؟ زي لو انا جيت قلت لك انا لو كنت مكانك، انا كنت مثلا، او انا لا دي كده نصيحة. اجي اقول لك مثلا انا لو كان معايا فلوس انا كنت اشتريت عربية، فده كده معناه ان انا لا معايا فلوس ولا معايا عربية. انا بتخيل بقول لك انا لو كان معايا فلوس انا كنت اشتريت عربية، فده معناه وانت تفهم بالعربي ان انا لا معايا فلوس ولا معايا عربية. طيب ايه الاستخدام التاني للحالة التانية ان احنا ممكن نشتغل بيها في الادفايس اللي هي النصيحة؟ زي المثال اللي انا كنت هقوله لك اللي هو انا لو كنت مكانك انا كنت عملت كذا. فاجي اقول لك انا لو كنت مكانك انا كنت ذاكرت كويس، فانا كده بديك نصيحه بان انا بحط نفسي مكان حضرتك. يبقى انا كده هشتغل في الحاله الثانيه في الايماجينيشن لو انا بتكلم عن تخيلات، او في الادفايس لو انا بتكلم على النصيحه انا بنصح حد. طب يا مستر ازاي بكونها؟ بنبدا باف اهي الجميله بتاعتنا اللي معناها اذا او لو. بعد if نقوم جايبين جملة الشرط. جملة الشرط بتاعتنا هتكون past simple ماضي بسيط.
ركز معانا كده، الباست سيمبل ده الشكل بتاعه بيكون عبارة عن subject. أنا الجملة بتاعتي بادئة بسبجكت، بادئة بالفاعل، وبعد السبجكت بقوم جايب الفعل بتاعي second form، فعل في التصريف التاني، والفعل اللي في التصريف التاني بيكون فعل في غالب الأحيان مضاف له ed، إلا شوية أفعال بتكون irregular، بتكون غير منتظمة، شكلها بيختلف، زي مثلا الفعل بتاعنا اللي اسمه go يعني يذهب، لو عايز أقول ذهب فيبقى اسمها went. عندي مثلا الفعل اللي اسمه take يعني يأخذ، لو عايز أقول أخذ فيبقى اسمها took، وهكذا. دي شوية أفعال بتكون غير منتظمة، شكلها بيتغير. طب يا مستر كوما الناحية التانية، الجملة التانية هتكون عبارة عن subject فاعل اهوت، وبعد الفاعل أقوم جايب الwould، وبعد would أقوم جايب الفعل بتاعي فعل في المصدر، فعل بدون أي إضافات. تاني كده مع بعض، يبقى أنا كده جملة الشرط بتاعتي هي past simple ماضي بسيط، جملة النتيجة هي عبارة عن would والمصدر، وطبعا ممكن أشيل would وأحط ما يساويها. مين يا مستر بيساوي would؟ الwould ديت بتساوي كلمة زي كلمة could، بتساوي كلمة زي كلمة should لو احنا شغالين في النصيحة. يبقى احنا كده تاني الجملة بتاعتنا اللي هي بتاعت الحالة التانية بنكونها ازاي؟ past simple ماضي بسيط، الناحية التانية would والمصدر، أو could والمصدر، أو should والمصدر. طب يا مستر الباست simple الماضي البسيط ده عبارة عن subject second form فاعل، والsecond form اللي هو الفعل في التصريف التاني. زي مثلا لو أنا جيت قلت لك if I لو أنا، if I had لو أنا كان معايا، if I had a lot of money لو أنا كان معايا فلوس كتيرة، ها إيه اللي كان هيحصل؟ if I had a lot of money I would أنا كنت، I would buy أنا كنت اشتريت، I would buy a new car أنا كنت اشتريت عربية جديدة. يبقى إذا أنا كده لا معايا فلوس ولا اشتريت عربية، وهتلاقي جملة الشرط اللي بعد if أهيت هي عبارة عن had، والهاد ديت ده second form فعل تصريف تاني، الناحية التانية عبارة عن would والمصدر، وديت كده تعتبر جملة النتيجة. والحالة ديت دي حالة imagination، حالة تخيل، أنا بتخيل هذا الشيء. طب يا مستر لو أنا عايز أشتغل بverb to be مع حالة if، verb to be بتاعنا verb to be المفروض ان احنا جمله الشرط بتاعتنا لو هنشتغل بيها verb to be، verb to be دوت يبقى يا اما was يا اما were، ده المنطقي. طب يا مستر امتى was وامتى were؟ was ديت في حاله ان هي كانت مفرد، were في حاله ان هي كانت جمع، فالمفروض ان ال was ديت بتيجي مع ال I وال he وال she وال it، I و he و she و it. يبقى احنا كده عندنا I وال he وكذلك الشي وكذلك الإت، ومعاهم أي اسم مفرد، أي اسم مفرد تشتغل بيه مع الواز. أما الوير بتيجي مع الجمع فهتيجي مع الوي واليو والزي. ركز بقى في الحتة اللي جاية ديت، بيقول لك التقسيمة ديت بتاعت verb to be هي صح، بس لو أنا كنت بتكلم على نصيحة، ولكن لو أنا هشتغل verb to be في الإيماجينيشن في التخيل، verb to be في حالة التخيل بنشتغل بكلمة where فقط، بالفعل where بس. يبقى أنا where هستخدمه مع كل الضمائر، ده في حالة إن إحنا كنا تخيل. يبقى تاني verb to be هيكون where مع كل الضمائر، ده في حالة إن أنا كنت بتكلم عن شيء تخيلي ما هوش شيء حقيقي. زي مثلا لو أنا جيت قلت لك if I were rich أنا لو كنت غني، ده معناه إن أنا مش غني، فيجي أقول لك كده if I لو أنا، المفروض الI تاخد was وده المنطقي، ولكن بما إن إحنا بنتخيل شيء فالI تاخد الwere، فاجي أقول لك كده if I were rich أنا لو كنت غني، ها إيه اللي هيحصل؟ I would أنا كان زماني، طبعا أبوستروف دي اختصار لكلمة would، I would buy
a new villa. أنا كنت اشتريت فيلا جديدة. يبقى ده معناه إن أنا مش غني وإن أنا ما اشتريتش فيلا جديدة، فلذلك اشتغلت verb to be where مع الضمير I، ما اشتغلتش بالwas طبعا. ده كده بالنسبة للسكند كونديشن، الحالة التانية. تاني الحالة التانية بتشتغل بيها في الايماجينيشن التخيلات والادفايس النصيحة. أنا بتخيل حاجة أو بنصحك إنك تعمل شيء معين، ولو أنا كنت بستخدمه في التخيلات أو في النصيحة فحضرتك هنشتغل بيها بالحالة الشرطية بتاعتنا، أو جملة الشرط تكون ماضي بسيط، وجملة النتيجة تبقى would could should، وفعل بتاعنا فعل infinitive، فعل في المصدر. طب يا مستر الثيرد كونديشن، الحالة الثالثة، نركز كده، دي آخر حالة من حالات قاعدة F، third condition. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة بتعبر عن حاجة اسمها regret. regret يعني الندم. regretting الندم. أنا ندمان على شيء سواء أنا كنت عملته أو ندمان على شيء أنا ما كنتش عملته وكان المفروض إن أنا أعمله، فأنا بعبر عن الندم. بعبر عن الندم بالثيرد كونديشن، الحالة الثالثة. تاني بقى كده الأربع حالات عشان أنا كده قلت الاستخدامات الأربعة. الحالة الصفرية fact habit rational، حقيقة، حاجة منطقية أو العادة. الحالة الأولى كانت possibilities احتمالات. الحالة الثانية اللي احنا لسه مخلصينها دي كانت بتستخدم في حاجتين، imagination تخيلات أو advice لو أنا كنت بنصحك. والحالة الأخيرة اللي هي third condition بتستخدم في regretting الندم، أنا بعبر عن الندم بتاعي. طب يا مستر الحالة ديت بنستخدمها ازاي، بكونها ازاي؟ بتلاقينا بادئين بكلمة if اهيت بتاعتنا اللي معناها إذا أو لو. جملة الشرط اللي هتيجي ورا if هتكون past ولكن مش past simple، هتكون past perfect ماضي تام. past perfect ماضي تام. طب الماضي التام ده بيتكون ازاي يا مستر؟ الماضي التام ده بيكون عبارة عن subject يعني فاعل، بعد السبجكت بقوم جايب الهاد، وبعد هاد بقوم جايب الفعل بتاعي past participle فعل في التصريف الثالث، كوما الناحية التانية بعد الباست بيرفكت بنقوم جايبين subject الفاعل، وبعد الفاعل هنقوم جايبين would، شبه التكوين التاني بالظبط، بس هناك كنا بنقول would والمصدر، ولكن هنا هتبقى would have والبي بي. would have وبعد الهاف اقوم جايب الباست بارتيسيبل فعل في التصريف الثالث. فحضرتك ما تتلخبطش ما بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. الحالة الثانية كانت عبارة عن ماضي بسيط، والناحية الثانية would والمصدر على طول، ولكن الحالة الثالثة هي ماضي تام past perfect، والناحية الثانية would have والبي بي، مش would ومصدر، would have والبي بي. طب يا مستر ازاي بكونها؟ ازاي اعمل جملتها؟ اجي اقول لك مثلا if I had، هناك كنا بنقول if I had a lot of money، يعني كان had الناحية التانية ده كان عبارة عن فعل أساسي. يعني بص هنا if I had a lot of money، had هنا ده فعل أساسي بيترجم معناه كان يمتلك. if I had a lot of money أنا لو كان معايا فلوس كتيرة، ولكن هنا أنا هاجي أقول لك if I had ديت ده الفعل المساعد بتاع الماضي التام، بعد كده الفعل الأساسي had تصريف تالت اللي هي معناه يمتلك، هنا معناها امتلك، وده تصريف تالت من كلمة have. فاجي اقول لك if I had انا لو كان معايا if I had a lot of money فلوس كتيرة، ها ايه اللي هيحصل؟ I would. ركز بقى، هناك كنا بنقول I would buy صح كده؟ يعني بص هنا بيقول لك ايه؟ if I had a lot of money I would buy، would والمصدر على طول، ولكن هنا انا مش هقول I would buy، اما لو اقولها ازاي يا مستر؟ هنا اقول لك I would have bought. I would have bought انا كان زماني شاري. I would have bought a new villa انا كان زماني شاري فيلا جديدة. يبقى تاني
يبقى الفرق ان لو كانت هاد لوحدها فعل اساسي معناه امتلك وده ماضي بسيط، ولكن هاد موجوده قبلها هاد ده معناها تصريف ثالث اللي معناها امتلك برضه، ولكن ديت باست بيرفكت ماضي تام، والهاد الاولى ديت لا تترجم ملهاش ترجمه، ولكن هاد الاولى جايه تعرفك وتقول لك انا بتاعت الماضي التام، انا فعل مساعد بتاع الماضي التام، وجاي اقول لك انا هجيب لك تصريف كام؟ تصريف ثالث. فما تتلخبطش ما بين هاد لوحدها وهاد اللي معاها هاد لوحدها تصريف تاني، هاد يبقى دي تصريف ثالث، والناحيه الثانيه مش وود والمصدر ده وود هاف والبي بي. ده كده بالنسبه لي الثيرد كونديشن الحاله الثالثه. طب يا مستر سريعا كده تعالى نعمل جدول او مخطط لحالات اف. ادي اف بتاعتنا، الاداه بتاعتنا اللي معناها اذا او لو. اف ديت واحنا بنذاكر مطلعين منها 4 اسهم. من ال4 اسهم بتوع اف ال4 حالات بتوعها: حاله زيرو حاله صفريه، حاله فيرست حاله اولى، حاله سكند حاله ثانيه، حاله ثيرد حاله ثالثه. الحاله الزيرو كونديشن عباره عن present simple. يعني ايه present simple؟ مضارع بسيط. مش هكتب بقى التكوين بتاعه. present simple مضارع بسيط. جميل. ها الناحيه الثانيه يا مستر بعد ال present simple جمله الشرط جمله النتيجه present simple برضه مضارع بسيط. فدي الحاله الصفريه عباره عن بسيط present simple. طب دي انا بستخدمها في ايه يا مستر؟ دي بنستخدمها في 3 حالات، 3 استخدامات: اما فاكت حقيقة علمية، اما راشونال حاجة منطقية، اما هابت عادة حاجة انا متعود عليها. يبقى احنا عندنا فاكت حقيقة، راشونال حاجة منطقية، او هابت عادة. جميل. اشتغلنا بيه البريزنت سمبل حالة صفرية. حالة أولى يا مستر، حالة أولى هتبقى بريزنت سمبل مضارع بسيط. جميل. ها يبقى احنا كده حاطين هنا بريزنت سمبل يعني مضارع بسيط. كوما ها الناحية التانية يا مستر، الناحية التانية تبقى فيوتشر مستقبل ده اللي هو عبارة عن subject والمصدر. ممكن الاقي الجمله الثانيه عباره عن subject may والمصدر. ممكن الاقي الجمله الثانيه اصلا هي عباره عن جمله order امر، زي ان انا الاقي الجمله الثانيه بادئه بفعل في المصدر فعل بدون اي اضافات، او نلاقي الجمله الثانيه بادئه بامر منفي فتبقى don't، وبعد الدونت فعل برضه فعل مصدر فعل بدون اي اضافات. طب ممكن الجملة التانية لا تكون future ولا imperative اللي هي الحاجة الأمرية الأوردر بتاعنا. ممكن نلاقي الجملة التانية عبارة عن had better أو would rather. يا had better يا would إيه؟ يا would rather. لقينا دي أو دي يبقى أنا برضو حالة أولى. طب يا مستر بنستخدم الحالة الأولى في إيه؟ بنستخدمها في ال possibilities الاحتمالات. حاجات يا هتحصل يا مش هتحصل فيها احتماليه. طيب يلا الحاله الثانيه second condition. السكند كونديشن بتكون عباره عن past simple ماضي بسيط. جميل. وبعد الباست past simple ده عباره عن فعل في التصريف الثاني ده ماضي بسيط. كما الناحيه الثانيه عباره عن subject فاعل would والمصدر subject would والمصدر. ممكن اشيل would يا مستر؟ يا قلب المستر ممكن تشيل would وتحط مكانه could، وممكن اشيل الwould والcould واحط الشود. طب انا بستخدم السكند كونديشن ديت في ايه؟ بستخدم السكند كونديشن في حاجتين، حاجه اسمها advice النصيحه، وحاجه اسمها imagination
يبقى انا لو بنصح هشتغل بالسكند كونديشن. لو انا بعمل imagination، يعني ايه imagination يعني تخيل، جملة التخيل، يبقى انا كده سكند كونديشن حالة تانية. طب الحالة التالتة يا مستر، الحالة التالتة بنشتغل بيها past perfect ماضي تام، والباست بيرفكت بتاعنا الماضي التام، ده كده ماضي تام. عايزك تفتكر ان ده عبارة عن هاد فعل مساعد، وبعد هاد بقوم جايب الفعل بتاعي third form فعل في التصريف الثالث، وبعد الباست بيرفكت بقوم جايب السبجكت الفاعل زائد. اوعى تجيب الوود والمصدر، امال اجيبها ازاي؟ تبقى would have والمصدر ده يتحول الى بي فعل في التصريف الثالث. طب انا بشتغل الحالة الثالثة ديت في ايه؟ في regretting الندم. لو انا بعبر عن regretting، بعبر عن ندم، اشتغل بالحالة الاخيرة اللي هي الحالة الثالثة. ده كده بالنسبة لي حالات if. طب انا عايز اجيب عكس if. if ديت معناها اذا او لو. لو عايز اقول لك اذا لم، لو عايزين نقول اذا لم اللي هي العكس بتاع if، يعني هي كلمة اسمها unless. unless يعني إذا لم. طب ممكن أشيل يا مستر unless وأحط مكان unless كلمة اسمها without. without معناها بدون، ولكن without ديت بيجي وراها noun، يعني يجي وراها اسم على طول، أو يجي وراها فعل مضاف له ing. ولكن لو هتشتغل بunless فunless ديت هيجي وراها جملة كاملة زي if بالظبط. ولكن أنا ممكن أشيل unless وأحط without، ولكن لو كان عندي noun أو verb plus ing. طب أنا ممكن أشيل if ذات نفسها وأحط إخواتها. مين إخوات if؟ كلمة اسمها in case. in case بتساوي if، أو مثلا كلمة زي كلمة as long as برضه بتساوي الاف، والاتنين دول بيجولنا في الامتحان كتير، يمكن ان كيس بتجيلنا بشكل كبير قوي. دول كده اللي ممكن نشيل اف ونحطهم طبعا in case او as long as. ده كده بالنسبة لحالات if اللي هي يعتبر 4 حالات: zero condition، first والsecond والthird، حالة صفرية وحالة أولى وحالة تانية وحالة تالتة، بالأفكار بتاعتهم. طبعا في ديتيلز أكتر من كده إن شاء الله هنجمعها لكم في فيديو التريكات اللي احنا عاملينه لك بعد ما نخلص اليونت بتاعنا. تعال نخش على الكلمات بتاعتنا. الجرامر ده يتذاكر كويس عشان ما يقعش منك اي حاجة في قاعدة اف، وتكون فاهم كل حالة وازاي بتعامل معاها. تعال نشوف كده كلماتنا. كلمات يونت 8 كلمات مهمة. اتمنى ان انت تكون ذاكرت كلمات يونت 7 طبعا، ومش بتراكم الكلمات على حضرتك، عشان ديت حاجة مهمة جدا انك انت تكون بتحفظها اول باول ومش بتراكمها عليك. نشوف كده بسم الله كلماتنا. اول كلمة عندنا كلمة اسمها advantage. advantage ديت معناها مزايا، المزايا بتاعتنا، مزايا المنتج، مزايا المنتج اسمها advantage. طيب بتساوي كلمة pros. pros برضو معناها مزايا، وبتساوي كلمة مثلا merits. merits معناها مزايا. كل دول معناهم مزايا وزيهم زي advantage. طبعا العكس بتاعها disadvantage، و disadvantage يعني عيوب، أو cons. cons معناها عيوب، فهي اسمها pros and cons. pros and cons يعني مزايا وعيوب. أو demerits. merits يعني مزايا أو فوائد، و demerits يعني عيوب. بعد advantage و disadvantage في عندي app، وديت abbreviation اختصار لكلمة application. application اللي هو التطبيق، واب تطبيق كذلك بس ده اختصاره. feedback اللي هي التغذية الراجعة، أو اللي هو التقييم، التقييم اللي أنت بتحصل عليه لما بتكون عامل مثلا حاجة معينة. بعد الفيدباك في عندي كلمة اسمها application. application طلب التحاق ولا تختصر. لو أنا مقصود بها تطبيق فأنا بختصرها application، ممكن يبقى اسمها app كاختصار. ولكن الاستمارة اللي هي بتاعت الالتحاق بأي وظيفة مثلا أو أي حاجة، دي اسمها application form ولا تختصر. يعني ما ينفعش أقول لك app form، إنما نقول application form على طول، اللي هي استمارة البيانات بتاعتك.
في عندنا كلمة اسمها كويز يعني يمتحن أو امتحان قصير، الامتحان الصغير اللي بنعمله قبل الحصة. عندي benefit يعني فايدة، hybrid يعني هجين، وكلمة hybrid اللي هي المعنى بتاعها هجين ديت يعني حاجتين بيكونوا شغالين مع بعض، وجهين أو هي حاجتين وشغالين بوجه واحد، زي مثلا العربيات بتاعتنا. في عندي حاجة اسمها hybrid cars. ايه الهايبريد كارز ديت؟ اللي هي العربية اللي بتكون ماشية بالكهرباء، هي مش عربية كهربائية 100% ولا هي عربية ماشية بالبنزين 100%، هي هايبريد هجين، هي واخدة الاتنين، خليط ما بين الحاجتين دول. فهايبريد معناها هجين خليط ما بين حاجتين. تشات يعني دردش او اللي هي الدردشه. عندي ترانسليشن اللي هي الترجمه، والاس ديت ممكن تتنطق اس وممكن تتنطق زد، فممكن نقولها ترانسليشن او ترانسليشن، الاثنين صح طبعا. عندي كليك يعني ينقر او يضغط على حاجه باستخدام الماوس. وفي عندي كلمه هايبريد فيكل ديت يعني مركبه، والمركبه ديت اللي هي بتكون اي حاجه بتتركب زي الكارز زي الترينز زي البلينز، الطيارات والقطارات والعربيات، كل دي اسمها فيكل. وهايبريد احنا لسه قايلين هايبريد يعني هجين يعني خليط يعني ذات مصدرين طاقه، زي الحاجات اللي هي ماشيه بالكهرباء وماشيه بالبنزين، فدي اسمها هايبريد، فيبقى اسمها هايبريد فيكل يعني سياره هجين. اللي بعديها كليك معناها صوت الطقطقه، ده كده اسمه كليك او اللي هي الطقطقه. عندي invent يخترع حاجه، وجات منها invention اللي هو الاختراع. كلمة invent اللي معناها يخترع، أنا بخترع شيء ما كانش ليه وجود أصلا. ولكن في عندي كلمة زي كلمة discover معناها يكتشف، يبقى discover يكتشف الشيء. ولكن invent يخترع. وفي عندي كلمة اسمها explore يستكشف حاجة ما كانتش موجودة أصلا. يبقى أنا كده عندي invent يخترع شيء ما كانش موجود، ده invent زي الموبايلات. طيب discover يكتشف شيء هو already موجود ولكن احنا كلنا ما نعرفوش، زي مثلا الكواكب. يجي يقول لك كده العلماء بتوع الفضاء احنا اكتشفنا كوكب جديد، هو الكوكب موجود كده او كده ولكن احنا ما كناش على معرفة بيه، مش عارفينه، وبدأ علماء الفضاء يكتشفوه. يبقى يقول لك كده ده احنا بقى في السولار سيستم في النظام الشمسي او المجموعة الشمسية بتاعتنا we discovered a new planet، احنا اكتشفنا كوكب جديد. اما explore يستكشف شيء هو ما يعرفش عنه حاجة، هو بيستكشفه ولكن هذا الشيء موجود اصلا. زي لو انا بتكلم معاك على بلد معينة وانت عارف البلد ولكن انت ما زرتهاش قبل كده وما تعرفش اصلا ايه اللي جوه هذه البلد، فتيجي تقول لي انا هروح البلد ديت to explore it عشان استكشفها. زي اجي اقول لك مثلا I will go to the desert، انا رايح الصحراء to explore this desert عشان استكشف هذه الصحراء. انما مش discover انا معناها ان انا اكتشفها وهي already مش موجوده. ما علينا. اللي بعديها في عندي كلمه زي كلمه familiar يعني مألوفه، حاجه انا على علم بيها شفتها قبل كده يعني. في عندي كلمه زي كلمه find out يعني يكتشف، وfind out ديت زيها زي discover. فانا لو باجي اقول لك discover يكتشف هذا الشيء، هي لو انا جيت قلت لك find out يعني يكتشف هذا الشيء. اللي بعديها عندي كلمة navigate معناها يوجه أو يبحر أو يقود شيء، وجات منها كلمة navigation اللي هي الملاحة، نظام الملاحة، نظام التحديد بتاع الاتجاهات في البحر. فنافيجيت يوجهك للطريق الصح. اللي بعديها في عندي get around يعني يسافر يتجول ينتشر يروح حوالين حاجة. روبوت اللي هو الإنسان الآلي. اللي بعديها go out يعني يخرج يقابل حد بالخارج. the internet اللي هي شبكة المعلومات الدولية. عندي كلمة lead to أو result in. lead to يقود إلى، result in نتيجة لي أو يؤدي إلى. vehicle اللي هي المركبة أو الوسيلة اللي أنا بستخدمها دي اسمها vehicle، سواء كانت عربية أو قطر أو طيارة دي اسمها إيه؟ vehicle. اللي بعدها في عندي الجي بي اس، دي اختصار لكلمة Global Positioning System، والجي بي اس دي تعتبر acronym دي اختصار لثلاث كلمات واخدين أول حرف من كل كلمة، فطالما أنا واخد أول حرف من كل كلمة فدي بيبقى اسمها acronym اختصار كلمات، اختصار ببادئة بأول حرف.
اللي بعديها abroad يعني خارج البلد، حاجة بره البلد. fortunately لحسن الحظ fortunately. اللي بعدها account حساب بنكي. admit يعترف وبتساوي كلمة confess يعني يعترف برضو. اللي بعدها air conditioning نظام تكييف الهواء، مكيف الهواء بتاعنا. annoying مزعج. argue يجادل وجات منها argument الجدال أو المناقشة نفسها. blog يدون المدونة وجات منها blogger اللي هو الشخص المدون. negative حاجة سلبية عكسها positive حاجة إيجابية. offer عرض أو يعرض حاجة. global عالمي، وطبعا global بتساوي كلمة international حاجة عالمية. اللي بعديها lead اللي هي معناها يؤدي إلى أو يقود، جت منها leader يعني القائد. online يعني حاجة على الإنترنت عكسها offline. luxurious فاخر. luxurious car عربية فاخرة luxurious. اللي بعديها brainstorm عصف ذهني يستثير الفكر ليها، حاجة بتشغل دماغك زي الماس زي الرياضة، وزي كذلك مثلا لو احنا بنتكلم في الساينس في المواد العلوم، دي كلها حاجات محتاجة منك brainstorm زي الباراجراف أو الإيساي اللي أنت بتكتبه، ده محتاج منك brainstorm عصف ذهني يعني إنك أنت تفكر بشكل كبير يشغل مخك يعني. اللي بعدها philosopher اللي هو الفيلسوف. luxury رفاهية. popular محبوب ذو شعبية. position موقعك أو مكانتك. positive حاجة إيجابية عكسها negative لسه قايلينها فوق. press يضغط الضغطة. the press الصحافة لو أنا حطيت معاها the press الصحافة. positioning تحديد المكان. post منشور على الإنترنت أو ينشر. button يعني زر، وبوتوم بالإم معناها قاع خدناها الحصة اللي فاتت. عندي century قرن ودوت 100 years 100 سنة. charge يشحن. charger الشاحن. charging عملية الشحن بالاي ان جي. collection مجموعة. comment تعليق. communicate يتواصل وبيجي معاه with ويبقى اسمها communicate with يعني يتواصل مع. completely تماما. concentrate يركز. concentrate on يركز على. conclusion ختام أو الخلاصة. consequences نتائج أو توابع. الconsequences بتاعت أعمالك، أجي أقول لك أنت الموقف اللي إحنا فيه ده أنت خدت فيه قرار، فحاول بقى أن أنت القرار اللي أنت أخدته دوت تلتزم بالconsequences بتاعته بتوابعه باللي هيحصل نتيجة لقرارك. فالنتيجة اللي بتيجي وراء القرار التوابع يعني اللي بتيجي وراها اسمها consequences. كوست معناها يكلف، وكوست بحرف الاي معناها ساحل، ده كده معناها ساحل زي النورث كوست اللي هو الساحل الشمالي. ديتيلز تفاصيل. ديفايس جهاز او اداه، وديفايس شبه ادفايس. ادفايس معناها نصيحه، ديفايس دي جهاز او اداه. دايركشن اتجاه. ديستانس مسافه. برينتنج الطباعه. بروجكت مشروع. بروجريس التقدم. سيم يبدو. شير يشارك. ريزلت نتيجة. شوبينج ليست قائمة التسوق. سوفت وير اللي هي البرامج الرقمية اللي بتكون على التليفونات زي الابليكيشنز التطبيقات، دي تعتبر من ضمن السوفت وير بتاع الجهاز. عندي اللي بعدها دوكيومنتري يعني برنامج وثائقي. الحاجات التوثيقية الحاجات اللي هي الوثائقية أو اللي هي الحاجات التاريخية، زي لو أنا جيت اتكلمت عن الحرب العالمية الثانية أو الحرب العالمية الأولى، فاحنا كده دي حاجة اسمها دوكيومنتري يعني فيلم وثائقي، فيلم بيتكلم عن شيء حقيقي. اللي بعدها في عندي كلمة زي كلمة داونلود يعني يحمل حاجة، ينزل حاجة من الانترنت للكمبيوتر. ولو أنا برفع حاجة من الكمبيوتر للإنترنت فأنا كده بعمل أبلود. اللي بعدها ستريس ده الضغط العصبي. سمارت حد ذكي. ستيتمنت بيان. اللي بعدها إلكتريك كهربي يعمل بالكهرباء. إلكتريستي الكهرباء ذات نفسها. إلكترونيك إلكتروني. انجن محرك. ستريسفول جهد أو حاجة شاقة، حاجة مزعجة، حاجة عاملة لي إرهاق، ده حاجة اسمها stressful. terrible فظيع. useful مفيد. studies اللي هي الدراسات. waste يهدر أو يسرف أو يضيع حاجة. exactly بدقة أو بالظبط. extreme شديد، حاجة شديدة،
حاجة متطرفة، حاجة زيادة عن اللزوم. زي لو أنا جيت قلت لك مثلا في الجو في النهار في الميد داي في الصحراء بيكون extremely hot يعني حر بشكل شديد جدا. فكلمة extremely يعني بشكل شديد. اللي بعدها fail يعني يفشل. failure الفشل ذات نفسه. feel like يعني يشعر وكأنه يرغب فيه. guess يخمن. عندي wheel العجلة. summary ملخص بتاع حاجة معينة. اللي بعدها human being اللي هو الإنسان. imagine تخيل، جت منها imagination اللي هو التخيل اللي احنا لسه متكلمين عليه. imagine ده verb يتخيل. memory الذاكرة. technological حاجة تكنولوجية. تكنولوجيا. tip نصيحة، جماعات tips نصائح، وبتيجي بمعنى بقشيش كذلك، البقشيش اللي انت بتدفعه اسمه tips. تعال نخش على الأسئلة بتاعت الكلمات. نبدأ بسم الله. السؤال الأول بيقول لنا do you agree that the internet الإنترنت ماله is the best هو أفضل اختراع. الإنترنت ما كانش موجود وإحنا اكتشفناه، الإنترنت إحنا اللي اخترعناه. فاجي أقول لك كده the internet is the best invention يعني اختراع. اللي بعديها معلش هنا في invention و invention متكررة معلش. السؤال اللي بعديه my dad بابايا uses not if he doesn't know which route to take. بيستخدم ايه لو ما كانش عارف انهي طريق هيسلكه هيمشي فيه. يبقى اكيد والدي بيستخدم الجي بي اس اللي هو الجلوبال بوزيشننج سيستم، جهاز تحديد المواقع العالمي. news soon got not الأخبار got ايه كده that he had resigned معناها قدم استقالته. يبقى news soon got over got pulled got down got around. طبعا تبقى got around يعني انتشرت وعرفنا كلنا ان هو قدم استقالته. اللي بعديها if you don't clean your room you will suffer the انت لو مش بتنظف الغرفة بتاعتك ف you will suffer يعني تعاني من ايه؟ اكيد هعاني من تبعيات عدم نظافتي، يبقى suffer the consequences. اللي بعديها non vehicles use petrol بيستخدم البترول and electricity شغال بالاثنين الكهرباء والبنزين، يبقى ده طبعا hybrid الحاجة اللي هي هجين. اللي بعديها GPS enables you to know your journey. الجي بي اس مسؤول عن ان هو يعمل لك ايه؟ navigate يوجهك. navigate your journey يوجهك اثناء الرحلة بتاعتك. اللي بعديها the robot الانسان الآلي is one of the most important هو واحد من ضمن important inventions واحد من ضمن الاختراعات المهمة جدا. GPS is short for global هي اختصار لكلمة global positioning system. global positioning system جهاز تحديد المواقع العالمي. no one could exactly identify يعني يتعرف. no one could exactly identify who not the spaceship هو العملي اللي اخترع السبيس شيب. who invented يعني اخترع السبيس شيب اللي هي السفينة الفضائية. my friend and I أنا وصديقي not and had fun at the weekend يبقى أنا وهو خرجنا مع بعض. يبقى my friend and I go out خرجنا go out and had fun at the weekend خرجنا مع بعض في عطلة نهاية الأسبوع. to open the program عشان تفتح البرنامج point at the icon and not the left mouse button واضغط على اللي هو الماوس في الزرار اللي جهة الليفت اليسار. يبقى انا كده هعمل ايه؟ هعمل كليك the left mouse button يعني اضغط على الزر الايسر من الماوس. badly maintained not cause more pollution as their engines don't burn petrol well. المواتير بتاعتهم المحرك بتاعهم مش بيحرق البترول او اللي هو البنزين بشكل كويس، فدوت هينتج عنه pollution تلوث.
يبقى أنا كده أكيد باتكلم على الvehicles المركبات، السيارات. فيبقى آجي أقول لك كده badly maintained vehicles اللي هي السيارات السيئة، طبعًا بتسبب pollution تلوث. اللي بعديها not means well known to you and easy to recognize، حاجة سهل التعرف عليها. طالما حاجة سهل التعرف عليها يبقى هي حاجة معروفة، حاجة familiar مألوفة ليا، أنا عارفها. GPS is used for، الGPS بيستخدم navigation للتوجيه، لتحديد المواقع. In the future في المستقبل I will have the نقط to travel to space on my holiday، هيكون عندي ال A اللي تساعدني إن أنا أسافر للفضاء في أجازتي. يبقى أكيد هيكون عندنا I will have the technology، التكنولوجيا to travel to space اللي هتخليني أسافر للفضاء. اللي بعديها early explorers دول هم المستكشفين used to نقط by the stars. There were no maps، ما كانش في خرائط، فكانوا بيعرفوا ان هم يحددوا الوجهة بتاعتهم باستخدام الستارز اللي هي النجوم. يبقى used to navigate، يحددوا الموقع بتاعهم. اللي بعديها doing enough physical exercise، لو انت بتعمل تمارين بدنية كويسة. not getting fit، يبقى doing enough physical exercise يا ترى takes off ولا put out ولا leads to تؤدي إلى، leads to getting fit هتؤدي إلى أو النتيجة بتاعتها إن أنت تبقى لائق بدنيا. اللي بعديها a knot is a machine that is controlled by a computer، هي آلة بيتم التحكم فيها باستخدام الكمبيوتر، يبقى ده الروبوت، الإنسان الآلي. اللي بعده our an is a machine with an engine that is used to take people or things from one place to another such as a car or bus، هي حاجة بتنقل البني آدمين سواء كانت شبه العربية أو الأتوبيس، يبقى ده الفيكل اللي احنا بنسميها مركبة. مركبة هو أي شيء بيتركب وبينقلك من مكان للتاني. اللي بعده using the internet، استخدام الإنترنت may نقط to wasting your time، هيؤدي إلى إهدارك للوقت بتاعك. يبقى may lead to يعني يؤدي إلى. If you wanted to get any information just with or an of a button، لو عايز تحصل على المعلومة يا دوبت هتدوس على البوتن الزرار، يبقى click of a button. اللي بعديها he knows this story it has nothing to do with what really happened، يبقى he navigated this story ولا noticed this story ولا invented this story ولا shared this story. بيقول لك it has nothing to do with what really happened، يبقى he invented، هو اللي اخترع القصة دي. he invented this story it has nothing to do with what really happened. If you wanted to get any information، لو انت عايز تحصل على اي معلومة just with our an of a button، لسه حلينها click of a button. اللي بعديها I will do my best، أنا هأدي قصارى جهدي to get around this problem. get around يعني إن أنا أحل أو أفهم هذه المشكلة. يا ترى get around معناها overcome، يتغلب على. get around يتغلب على هذه المشكلة. اللي بعديها criticism and advice. criticism ديت اللي هو النقد، إن أنا بنقد الفكرة بتاعتك، بنتقدك في أفكارك، بنتقدك في كلامك. و advice دي النصيحة. are kinds of نقط. طبعا الكريتيسيزم والادفايس النقد والنصيحة ديت تعتبر kinds of philosophers، لأ دي نوع من أنواع الفيدباك. اللي بعديها feedback اللي هي التغذية الرابعة أو اللي هي التقييم، نوع من أنواع التقييم. some questions بعض الأسئلة to know some questions to know how much you know are called our an، بيكون اسمها quiz، هي أسئلة بنسألها لك عشان نعرف معرفتك بالشيء ده، يبقى ده quiz اللي هو الامتحان الصغير. نرجع تاني السؤال بتاعنا 27. exams الامتحانات can be أنواع time، هي عبارة عن وقت إيه؟ stressful time يعني وقت ضاغط على الطلبة. the employee دوت اللي هو الموظف اللي هو
شغال عندنا. تمام. got great نقط from his boss as he was very active. كان حد نشيط جدا، فلذلك هو حصل على great great feedback. feedback يعني تقييم عالي جدا من المدير بتاعه. modern technology التكنولوجيا الحديثة is not to all fields of life now. بيقول لك المودرن التكنولوجيا الحديثة is اللي بيحصل لها is applied to يعني بنوظفها في كل المجالات في وقتنا الحالي. التكنولوجيا بقت خلاص موجودة في كل حياتنا، ومعنى ان هي بتتوظف في الحاجة بتاعتنا يبقى انا كده بعمل لها applied يعني بوظفها في الحاجة ديت. زي الفيزيكس مثلا، انت بتدرس الفيزياء بشكل theoretical يعني بشكل نظري، بتبدأ تدرس حاجة تانية اسمها applied physics اللي هي الفيزياء التطبيقية، بيتم تطبيقها في حياتك العملية. فديت الابلايد يعني بيتم تطبيقها في حياتنا او في كل مجالاتنا. To not for a job is to make a formal request، ان انا اعمل formal request in a written form، في written form يعني بقدم طلب بشكل فورمال بشكل رسمي في ورقة مكتوبة، يعني ورقة مكتوبة وبقدمها عشان اشتغل معاهم. يبقى انا كده apply يعني يتقدم لوظيفة. يبقى to apply for a job يعني يتقدم لوظيفة. ده معناه ان انا بكتب ورقة بعمل فيها السي في بتاعي مثلا او بملى بياناتي فيها وبقدمها عشان اتقبل في هذه الوظيفة. ده كده بالنسبة للكلمات واهم الاسئله اللي على الكلمات اللي جت طبعا السنين اللي فاتت، وشرح الجرامر في اول فيديو. اتمنى من الله ان انت تذاكر كويس، تلم دنيتك بشكل كويس طبعا، وما تراكمش حاجه عليك. زي ما قلت لك احنا كل شويه هننزل لك فيديو ملخص لليونت بتاعك عشان تتابع معايا اليونتس، ومش عايزك تبص على اي حاجه اضافيه. انا هلم لك الاضافي كله، وكل التريكس ديت هلمها لك في فيديو. زي ما هنخلص اليونتس بتاعتنا كلها في حوالي 6 فيديوهات، كل فيديو خاص بيونت هنيجي في الاخر كده وهنعمل حوالي 2 فيديوز مجمعين فيهم التريكس بتاعت كل يونت. يعني بدل بقى ما نوجع دماغنا في اول يونت وتلاقي الدنيا كبرت جدا جدا منك ومش عارف تلم دنيتك، لا لمها معايا واحده واحده بشكل مبسط جدا جدا جدا. وبعد كده انا وانت هنجمع التريكس بتاعت الجرامر، وكل الاديتيفز او كل الاضافيات بتاعت الجرامر هلمها لك في 2 فيديوز او فيديو واحد ان شاء الله بعد ما نخلص شرح اليونتس بتاعتنا. القاكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد اللي هو فيديو الوحده الثالثه من الترم الثاني اللي هو يونت 9 الوحده التاسعه. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله اشوفكم على خير يا رب.